يعطيكم العافية. أول إشي اليوم راح أعمل معكم مدفون الدجاج اليمني. عندي الدجاج غسلته طبعا مغسول ونظيف ومنقع بالخل. راح أعمل فيه شرحات زي هيك، زي ما انتم شايفين، قبل ما أعمل الخلطة تبعتي بهذا الشكل زي ما هو مبين معكم بالفيديو. هي عملنا هيك شرحات. هذا بيساعدني بعملية تسوية الدجاج وتطريته، وراح تدخل البهارات تغلغل فيه بهذا الشكل. وهلا عندي راح احضر للخلطة خلطة الدجاج. عندي المحضرة، طبعا كل شيء بالمحضرة كثير سهلة وبسيطة، جربوها وعلى كفاءة. 3 حبات من البندورة، وراح اضيف عندي راسين من البصل و4 فصوص من الثوم زي ما هم عادي. راح برضه احطهم، وعادي راح ننزل مية البندورة لحتى تسهل معنا الخلطة، ولأنه الوصفة هي أصلا ما بنحط لها مي. هلا راح تشوفوا معي طريقة عملها. هلا راح أضربهم بالمحضرة، وبعدين راح أحط البهارات وأورجيكم البهارات اللي بدي أحطها. وهلا عندي البندورة صارت جاهزة بالمحضرة، راح نخلطهم ونقول بسم الله. هلا راح اضيف معكم البهارات عندي ملح، راح اضيف ما يقارب ملعقتين كبار من الملح. راح اضيف بهار مشكل او ال7 بهارات ما يقارب ملعقة. وراح اضيف كمون، عندي ربع ملعقة صغيرة. بابريكا حلوة راح اضيف ملعقة كبيرة. عندي الكزبرة الناشفة راح اضيف ملعقة ونص من الكزبرة الناشفة، حتعطيكم طعم كتير طيب وعلى كفالتي. واخر اشي عندي بهار دجاج، راح اضيف ملعقة صغيرة. واكيد راح احط فلفل اسود، عندي ربع ملعقة صغيرة، عفوا ربع ملعقة كبيرة بهذا الحجم. وراح اضيف ملعقة من الخل، وملعقة من زيت الزيتون. وراح اضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. وهلا راح ارجع اخلطهم خلطة كتير كويسة، وبعدين راح اضيفهم على الدجاج لحتى يتنكه مع الدجاج. وفيكم تتركوهم مدة 6 ساعات منقوعين، او ليلة كاملة، او اذا انتم كتير مستعجلين مدة 3 ساعات حيمشي الموضوع معكم وتزبط معكم الوصفة ان شاء الله. ونقول بسم الله. هلا عندي الدجاج صار جاهز والخلطة عندي جاهزة. هلا راح ادير خلطة الخلطة على الدجاج بهذا الشكل، وراح نتركها زي ما قلت لكم مدة 6 ساعات او ليلة كاملة، لا تقل عن 6 ساعات. بس اذا كنتم مستعجلين كتير فيكم تخلوه مدة 3 ساعات على الاقل. هيك راح اتركه بالبراد عندي زي ما قلت لكم ليلة كاملة حتى يتنكه عندي الدجاج، وراح ياخد النكهة والطعم كتير طيب. وشوفوني بمتابعتي للوصفة. وهون راح اضيف ملعقتين من صلصة البندورة قبل ما ادخلهم على البراد مدة 2 ساعات، وراح اخلطهم كتير منيح. فيكم تضيفوهم بالمحضرة مع المكونات بيمشي الحال. لحتى نحضر المدفون اليمني
بالدجاج راح أضيف زيت نباتي، ولازم تكون محمية عند الطنجرة كتير منيح، ما يقارب 3 ل 4 ملاعق حسب الكمية اللي انتم بدكم تعملوها. وعندي طبعا حبتين من البصل، حبتين من البطاطا. طبعا البصل قطعته دوائر زي هيك بهذا الشكل، البطاطا كذلك الأمر قطعتها بهذا الشكل. راح أصف أول إشي البصل، وراح أصف البطاطا كمان. وعندي الفلفل الألوان حبة 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 من كل نوع، أصفر أحمر وأخضر، برضه راح أصفطهم. وهلا عندي الدجاج بعد ما تنقع معنا راح اضيفه فوق الخضار اللي احنا حطيناها بهذا الشكل. وطبعا ما راح اضيف عليها ولا نقطة مي. هلا راح انزل كل الخلطة اللي انا عملتها عندي. ما اوصف لكم هاي الوصفة قديش بتشهي القلب، جربوها، نصيحة مني كتير طيبة. والخلطة هاي اللي عندي شايفينها اللي عملناها بالمحضرة راح أديرها كلياتها وما تضيفوا ولا نقطة مي. وراح نستنى على الدجاج لحتى يستوي معي. راح ياخد مني من ساعة لساعة إلا ربع حسب حجم الدجاج عندكم. حابب احكي لكم انه اللي بيقدر وبحب انه يعزز النكهة اكتر، صفطنا البصل، صفطنا البطاطا والفلفل الحلو الالوان الاحمر والاخضر والاصفر. تقدروا انكم تعززوا النكهة وترشوا بعض من البهارات اللي حطيناها على الدجاج، ولكن انا استكفيت بخلطة الدجاج لاني عززتها بالنكهة وبالبهارات. وهلا حينسلق الدجاج معي لمدة ساعة لساعة الا ربع حسب حجم الدجاج عندكم. وبنرجع لحتى نطبق معكم المندي اليمني بطريقة كتير سهلة وبسيطة وبكل حذافيرها، وبتمنى انكم تنبسطوا على هاي الوصفة، واذا ما بتجربوها حيروح عليكم كتير. هون شوفوا ما شاء الله الدجاج عندي انسلق وبنفس المية، ما اضفنا ولا اشي من المية. حبيت اورجيكم كيف طلعت الخضرة ميتها، البطاطا، الفلفل الالوان، البصل. وعندي خلطة الدجاج نفسها البندورة والبهارات مع زيت الزيتون مع الخل برضه طلعت المية والمرقة عندي الصوص لحتى يستوي عندي الدجاج. وراح نكمل وصفتنا لما تكون الدجاج. وهلا راح نسلق الرز. لحتى نسلق الرز راح اضيف مي مغلية، راح نسلقه لمدة 10 دقائق. زي ما قلت لكم هون اضفنا المي، لازم نغمر الرز وراح اسلقه مدة 7 دقائق. راح اضيف عليه المطيبات اللي هي ورق الغار والهيل واللومي. وراح نضيف ملعقة كبيرة من الملح فقط لا غير، طبعا الملح حسب ما انتم بتحبوا. وهلا راح انزل الرز عليهم وراح نسلقه مدة 7 دقائق زي ما قلت لكم، وبكون الرز عندي جاهز. وراح نطبق وصفتنا للمدفون اليمني. هي هون الرز صار عندي جاهز وسلقته زي ما قلت لكم مدة من 7 ل 10 دقائق، اكثر من هيك لا. هلا راح اطفي على الغاز وراح نطبق وصفتنا. وهلا عندي الرز صار جاهز. راح اضيف الرز فوق الدجاج ونوزعه كتير منيح. وهيك صارت اموري طيبة. راح اضيف
هيك أضفنا الرز وصار الرز عندي أموري تمام وطيبة. هلا عندي كاسة إلا ربع من المية مع ملون غذائي، أو إذا بتحبوا الزعفران حيعطيكم طعم ولون كتير طيب. هيك حضيفها بشكل عشوائي لحتى تعطيني لون للرز، هي زي المقلوبة بنقلبها قلب. وهيك راح استنى عليها مدة ما يقارب 10 دقائق بس لحتى تتسبك معي مع الرز، وراح أطفي عليها. شوفكم بطريقة التقديم. وهلا وصفة المدفون اليمني صارت عندي جاهزة. شوفوا ما شاء الله الرز ولا أروع، ما أوصف لكم الرائحة. شوفوا الرز كل حبة بحبتها تفلفل معي ما شاء الله، النتيجة ولا أروع. وهلا راح نقلبها مع بعض. هيك وصلت للمدفون اليمني صارت جاهزة. شوفوا ما شاء الله النتيجة ولا أروع من هيك بعد ما قلبناها. شوفوا الدجاج قديش معي ما شاء الله، كل حبة بحبتها. وهلا راح نزينها معنا باللوز. وبهيك وصفت لليوم. راح أفرده بس معكم هيك على قد الصدر، مزينه باللوز. طبعا التزيين حسب الرغبة، وأنا عندي الطبق مزين حاله لحاله بالألوان الجميلة اللي هي عليه. وبهيك صارت وصفتي لليوم معكم جاهزة، مدفون الدجاج اليمني بطريقة كتير سهلة وبسيطة. يا رب هالوصفة تكون عجبتكم، تكون على ذوقكم. تابعوني على صفحتي الرسمية والشخصية الشيف عبود على الانستغرام، فيسبوك، تيك توك ويوتيوب. بشوفكم بوصفة جديدة وبفيديو جديد. يعطيكم العافية.